وبالتالي أعتقد أنها جرعة معنوية جيدة للخضر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا. لا تمام، يعني الحقيقة يعني ضد فريق الإمارات محترم، وهذا يزيد أكد مرة أخرى باللي منتخب الإمارات في المستوى العالي حقيقة من الناحية النظامية في الدفاع ولا الهجوم، وكونا صعوبة للاعبين نتاعنا خاصة من ناحية. أنا النتيجة قلت لك ما تهمنيش كثير من البداية، اللي كان يهمني هو الأداء خاصة من الناحية الفردية، من الناحية الجماعية في الدفاع وفي الهجوم، لأن هذا آخر اختبار، يبقى لنا أسبوع بس باش نزيدوا نديروا التصريحات الأخيرة. أكيد باللي طريقة حتى تاع اللعب نتاعنا راح تغير، ما نلعبوش بنفس الطريقة اللي لعبناها اليوم ضد الإمارات. ضد الفريق سلوفينيا يكون شيء آخر، ولكن أنا على العموم مبسوط خاصة على اللياقة تاع اللاعبين، لأن الحمد لله اللاعبين حتى خاصة اللي راجعين من الإصابة والمدافعين يعني شدوا المقابلة 90 دقيقة. ممكن من ناحية الضعف ما نعرفوش لما نكونوا تعبانين باش نمسكوا أكثر الكرة، هذا يطلب وقت ويطلب خبرة، ولكن إن شاء الله نكونوا جاهزين في المقابلة الأولى ضد سلوفينيا. نعم، تقييمك كابتن رابح للاعبين الجدد الذين التحقوا بالمنتخب؟ والله راك شفت درك حقيقة أنا اكتشفت يعني، ولما يكونوا معايا في الميدان في التدريب اكتشفت موهبة كبيرة عند بعض العناصر، خاصة نقولوا باللي لا اخترناهم ودخلوا المنتخب. يعني أنا نتفائل الخير كبير للمنتخب الجزائري، لأن احنا نشتغلوا لمدة متوسطة 2012 2013 لكأس افريقيا، 2014 باش نستمروا في كأس العالم إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله كابتن رابح، شكرا. إذن يوسف